اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. النهاردة مع بعض هنعمل الدونتس بطريقة جميلة جدا هتعجبكم، بطريقة ما تتخيلوهاش يعني. حاجة بسيطة جدا ومقادير بسيطة جدا في البيت. هتمشوا معايا على الخطوات، هنعمله بطريقة جميلة، خطوة خطوة مع بعض. هتشوفوه حاجة أحلى من المخابز اللي بره. أنا جبت نص كوباية مية، بمقدار الكوباية اللي أنا هعمل بيها مقدار الدقيق. نص كوباية مية، معلقة كبيرة هرمية خميرة، معلقتين زيهم سكر، ورشة ملح بسيطة. وبعدين انتوا كده ان شاء الله لما هتجربوه مش هتعملوا دون السله بالطريقه اللي احنا عملناها. ان شاء الله طريقه سهله جدا وبسيطه. هي في اوقات ممكن نعملها بالمكسرات، نعملها بحاجات تانية، لكن الطريقه دي سهله على قد ايدك في البيت. وانت قاعده ممكن تقومي تعملي لاولادك في 5 دقايق بكوبايه دقيق، تعملي اللي انت عايزاه. قلبت الخميره والسكر ورشه الملح في بعضها كويس جدا، وبعدين نزلت بالبيضة وعليها طبعا كيس فانيليا، وهبدأ أقلبهم في الخميرة والمية والسكر والملح مع بعض. هقلبهم جامد علشان أخلي البيضة تختلط بالمية والخميرة. هقلبها خالص جامد جدا علشان أخلي السوائل اللي معايا اللي هي المية السايلة دي تبقى كلها ممتزجة مع بعضها، ما فيهاش حاجة لوحدها، كلها ما شاء الله مع بعضها بقت حاجة واحدة. طبعا احنا حطينا نص كوباية مية. بنص كوباية المية دي هنروح نجيب بقى قدها بالظبط الكوباية، هنجيب منها كوباية كبيرة دقيق. هنحط كوبايتين ونص دقيق من نفس النص كوباية المية. يعني احنا جبنا المقدار دوت، عملنا منه نص كوباية مية، هنجيب من نفس المقدار كوبايتين ونص دقيق. امشي على مقاديري، انا بعملها مظبوطة جدا، وكل اللي انا بعمل بيه هو اللي انا بقوله على القناة، وهو اللي انا بعمل بيه على القناة. يعني انا لا بزود حاجة ولا بنقص حاجة. الحاجة اللي انا بعمل بيها بنزلها على القناة وبقول هو كذا كذا كذا، فامشي على المقادير بتاعتي مظبوط. جبت طبعا معلقتين سمنة، او كانت سايحة عندي فحطيتهم. على قد امكانياتك، امشي على قد امكانياتك في البيت. سمنة، زيت، زبدة، براحتك. ورحنا مقلبينهم بقى مع بعض، كل واحد على قد امكانياته. احنا قايلين من اول ما بدأنا القناة كل واحد على قد امكانياته يا جماعة. احنا ما بنضغطش نفسينا، وانا اللي بيبقى موجود عندي في البيت بعمل بيه. الست الشاطرة اللي تمشي نفسها على قد امكانياتها وامكانيات بيتها. طبعا اهو انا قعدت اقلب في العجينة اهي في بعضها علشان آه، ما رضيتش احط ايدي طبعا الميه وكده تلزق. لا، عملت بالسباتولا لغايه اما مسكت نفسها شويه، وبعدين نزلت بايدي بقى علشان اعجن العجينه حلو اهي. العجينه كانت خطيره جدا، كانت خطيره خطيره، بس كانت بتلزق حاجه بسيطه. ودي انا اللي كنت عايزاها كده، كنت عايزاها تدي التلزيقه البسيطه دي علشان بتبقى في الخمر خطيره. يعني العجينه اللي بتلزق معايا كده بتبقى جميله جدا في الخمر. فانا بحب العجينه بتبقى بالطريقه دي اهي. ما شاء الله لميتها، وقلت اسيبها بقى شويه على بال ما نتغدى وارجع اعمل الدونتس بتاعنا الحلو. غطيتها هي بكيسه وحطيت عليها فوطه خفيفه خالص، بس عندك ستريتش، عندك كيسه، عندك اي حاجه، ما تأزميش مع نفسك الموضوع. غطيتها ورحت مغطيها بفوطه بسيط خفيفه. وبعد ما خلصنا غدا يعني ساعه الا ربع كده كانت خمرت وكانت جميله جدا. رحت بدأت ألمها اهوت، وقلت بقى تعالي بقى عشان اعمل لهم الدونتس اللي هما بيحبوه. اعمليه بالطريقة دي، سهلة جدا سهلة جدا جدا جدا، وهتلاقيه امكانيات بسيطة جدا وطعم خطير، والله احلى من الطعم المخابز اللي بره. وكوبايتين دقيق ولا حاجة، يعني كوبايتين دقيق، بضاية، حاجات بسيطة خالص. طبعا اهوت انا الرخامة بتاعتي الحمد لله انا بحبها تبقى خطيرة، لان انا بعمل عليها كل حاجة كل حاجة على الرخامة بتاعتي.
جبت بقى دقيق، قلت رشة دقيق. تعالوا بقى احنا هنخبز بقى. رشة دقيق بسيطة كده، وقلت ايه، اقطع العجينة دي لاتنين، لان انا على بال ما افردها على رخامة هتبقى مبهوقة قوي مني. لا، اقطعها لاتنين واعمل حتة واخلي حتة ايه بعد ما اخلص دي اشتغل في التانية. اهي لميتها وغطيتها وقلت استنى ايه اغطيها بس عشان ايه ما تنشفش مني. وقلت على بال ما اخلص اللي في ايدي ارجع ليها تاني واعملها. هبدأ افرد العجينة دي. بصوا بالطريقة اللي انا هعملها بيها الدونتس، انا لا جايبة مكنة ولا جايبة اي حاجة للدونتس، انا هجيب حاجة بسيطة قدامكم علشان اي حد يعملها. احنا قلنا علشان اي حد يعملها في البيت، فمش لازم نصعب على بعض الحاجة. جبت المنشبة اهيت، وقمت بقى النشابة قلت افرد العجينة بتاعتي. العجينة خطيرة جدا، خطيرة. طبعا انا مش هرققها على الاخر ولا هخليها تخينة، لان كده كده الدونتس عندي في وانا بعمله هيعلى. فانا مش هخليها لا خفيفة خالص ولا هخليها سميكة قوي، هخليها وسط حلو خالص كده. اهي كده اتفردت معايا ما شاء الله، كانت العجينة رهيبة. تعالوا بقى شوفوا انا هعمل الدونتس بايه من غير مكنة. عندي كوباية بلاستيك، كوباية ازاز، اي حاجة. اهي بصي بدأت ان انا افرغ الشكل على زي ما انا عايزة، دوريات دوريات. استنوا هنكمل هنشوف ايه اللي هيحصل. ازازة عندك، اي ازازة مية، بصي قطعيها من فوق اهي، واعملي الدايرة بتاعة الدونت. بصي طبعا انت اظبطي ايديكي على قد ما انت عايزة. انا لا جبت السيليكون ولا جبت اللي هو الشكل بتاع الدونتس. انا حبيت اعمله بطريقة ممكن اي حد يعمله في البيت وسهل جدا. يعني الطريقة دي سهلة على اي حد يعملها. وحجم الدونتس بحسب الكوباية اللي انت هتنقيها، ممكن تجيبي كاس كبير قوي تعملي بيها هتبقى جميلة، وعلى حسب ما انت عايزة. اهو طبعا انا كده حطيت، لان مينفعش احطه على بعضه لان هيتعجن. فانا رحت ايه، فردت الصينية، ورحت حطيت على الزيت بقى على النار الزيت. آه سخنته جامد قوي، ورحت ايه، رحت علشان احمر الدونتس بتاعي. طبعا الناحية التانية على رخامة انا بكمل العجينة بتاعتي، ومن الناحية ديت اللي انا بعمله بحاول ان انا احطه في الزيت عشان احمره. او بصوا ما شاء الله بدأ ينفش في الزيت ازاي، بدأ ينفش ويبقى جميل جدا جدا. طبعا ما اخدش مني وقت، والزيت مسافة ما سخن قوي كنت يا دوبك احط الواحدة الاقيها على طول اتحمرت، اروح مقلباها مش هتاخد وقت. بصوا ما شاء الله منفوشة وجميلة خالص. انا طبعا الطريقة دي جميلة جدا وسهلة جدا، يا ريت تعملوه بيها. بس استنوا ما تفصلوش الفيديو تشوفوا احنا هنعمله وهنوصله لغاية فين. للاخر خليكم معايا في الفيديو الاخر. انا كده اهوت بدأت ان انا احمر الدونس كله اهو. خلاص الزيت سخن وبقت ان انا احط الدونتس يتعمل بسرعة. بصوا الدايرة، وبصوا ما شاء الله نفش وبقى خطير. طبعا انا كل اللي بعمله الناحية التانية بروح جاية على طول حاطاه في الزيت. بصوا مبياخدش وقت، تك تك على طول. مسافة ما الزيت اتعمل خلص الموضوع. ما شاء الله دول كوبايتين ونص دقيق عملوا كمية خطيرة. طبعا جبت الصينية وقلت افردهم بقى عشان ايه يبردوا. دي واحدة احمرت مني بس حلوة جميلة، طلعت خطيرة خالص، ما اتحرقتش، طلعت طعمها خطير. فردته على الصينية وسبته يبرد شوية، ورحت علشان اجيب ايه بقى اللي انا هزوق بيه الدونتس الحلو بتاعي. كان عندي كريمة في التلاجة، وعملت على طول صوص الشوكولاتة دوت، ما بياخدش وقت عندي، على طول بعمله. بعمل بيه اي حاجة وانا قاعدة في البيت، سهلة خالص. بصوا ما شاء الله هش خالص وخطير، كان هش وخطير خالص، ونفس شكل اللي في المحلات بالظبط. بالعكس طعمه كان احلى في المحلات، انا دقته كان طعمه تقيل، لكن ده خفيف كان خطير جدا. ما شاء الله بصوا ما شاء الله خطير. يلا اعملوا بقى بطريقتي وقولوا لي ايه رأيكم. يا رب لأول مرة يشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراكات ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد.
وكومنتاتكم الحلوه الجميله اللي انا اتعودت عليها، ولايكات كتير 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 عشان القناه تكبر معاكم ان شاء الله. طبعا انا كان عندي الكريمه، فانا قلت طبعا اعمل ايه، شويه صغيرين، لان انا مش كله، انا كل عيالي بيحبوا الشوكولاته، بس انا قلت اعمل الكريمه برضو عشان يبقى ايه، عملت ده وده. كل حاجه انت عايزاها ممكن نعملها سهله خالص على القناه، بس ابعتي وقولي لي نعمل كذا وكذا. بصوا ما شاء الله الكميه دي اللي احنا عملناها من جوه خطير وخفيف، خطير جدا جدا وخفيف، وكان هش ورهيب. يا ريت تعملوه بنفس الطريقه دي، هتعجبكم جدا جدا. طبعا احنا جبنا كوبايه، انا عندي القطاعه بتاعه الدونتس ما رضيتش اطلعها، قلت علشان احنا قلنا نعملها في البيت، فيبقى كل اللي حواليا وكل اللي بيتفرج عليا يعملها على طول وما يستصعبهاش. افرضي انت ما عندكيش الشكل بتاع الدونتس، يبقى انت تعمليه في البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون عند حسن ظنكم. السلام عليكم.